السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله يا إخوانا بنرد على سؤال: هو أنا لو مش عارف أنا عايز إيه المفترض أعمل إيه؟ ده كان تكملة للفيديو اللي ماضي. خلينا ابتدي أقول لك يا إخوانا مقولة للدكتور مصطفى محمود جميل قوي، بيقول إيه: الشخص اللي عايز يكتشف حاجة أو عايز يوصل لحاجة لازم يفصل عن الضوضاء والدوشة اللي حواليه. اوعى تفتكر في يوم من الايام ان العظماء اللي جن او ان التاريخ جابهم ما مروش بنفس المرحله. دايما بقول لك انت لست وحدك في الكون، انت مش عايش لوحدك. لما تجيلك اي مشكله ولما تجيلك اي مصيبه بلاش تعقد الامور وتكبرها منك، علشان ما تعتقدش ان انت لوحدك اللي في الكون. دي مصيبه في حد ذاتها اصلا. تعال اضرب لك مثال على نبي كريم من الانبياء كان تايه ومش عارف ايه اللي حصل لحد ما ربنا كلمه. في سوره القصص بتقرا؟ بنقرا. الله عز وجل يقول: فلما قضى موسى الاجل وسار باهله انس من جانب الطور نار. خلص وتزوج وهو جاي عند مصر، في مصر ماشي مش عارف يروح فين ولا عارف يطلع ولا يجي منين. انس من جانب الطور نار. سيدنا موسى كان تايه لحد ما ربنا كلمه. ده في القصص القرآن اهو عشان اربطك بالقرآن. طب تعالى في الواقع الحديث اللي احنا عايشينه. لو انا جيت سألتك ايه اشهر تليفون في العالم، الشباب والبنات والناس كلها حتى اللي بيمسكوا بقى في نفسه ترند كده. انهي تليفون؟ ايفون. عندنا على فكره ايفون هنا في الامارات يا اخوانا ب 1000 درهم و1500 و2000 درهم، وممكن تجيبه ب 5000 درهم وتقسط في الشهر ب 300 400 درهم. الكاميرا اللي بسجلك منها مش ايفون، اوبو جايبه من 2020 ولسه الحمد لله شغال. لان انا مش مهووس بالتكنولوجيا والبتاع، لاني مش تايه والحمد لله عارف انا عايز اوصل لايه. مين اللي عمله؟ ستيف جوبز. ستيف جوبز ده اصله سوري. النهارده طلع لنا اعظم تليفون الناس كلها بتتحاكى بيه. بعيدا بقى انت بتفضل بقى ايفون ولا نوكيا ولا سامسونج ولا الكلام ده حر، انا بس بضرب لك مثال على العظماء اللي كانوا موجودين وما كانوش عارفين هم عايزين ايه. ولذلك لازم تفصل شويه يا اخوانا عن السوشيال ميديا. اقعد مع نفسك 10، اسال نفسك سؤال: لو انا قدامي 10 سنين وهموت بعدها، علمتم الغيب لرضيتم بالواقع. اقعد اسال نفسك: انا لو قدامي 10 سنين بس هعيش في الحياه هعمل فيهم ايه؟ هو ده السؤال اللي انت لازم تسأل فيه نفسك. طيب ايه الحاجة اللي انا لو قعدت 10 سنين ما عملتهاش هندم ان لو ما عملتهاش؟ اوعى تفكر ان المراية هترد عليك، او ان المراية اللي انت بتقعدي قدامها هتقعدي تفضلي تشتكي لها وتكلميها. عمرها ما هترد عليكي، ولا عمر احلامك هتطلع في المراية. عمرك ما هتعرف تكتشف نفسك الا لما تنزل تمشي وسط الناس. ادخل المسجد تلاقيت شغفك في طلب العلم وان انت تطلب العلم وتقرب من ربنا. اطلب العلم. روح يا عم اجري في نادي. لقيت نفسك ان شغفك تلعب كرة سلة ولا كرة طايرة ولا كرة ماء ولا تبقى لاعب كرة قدم. اكتشف نفسك يا عم. مش عارف، روح يا عم روح الجيم. لقيت نفسك راجل بتحب الرياضة والتمرين وعايز تدرس نيوتريشن وسبلمنت وتشريح عضلي والكلام ده كله، اسلك فيه. يا عم ارسم. لقيت نفسك بتحب ترسم، ارسم. لكن تفضل قاعد مش عارف تقول انا مش عارف اكتشف نفسي. مفيش اي حاجة في حياتك عارف تكتشفها. يعني لا عارف تكتشف نفسك في الدين، ولا تكتشف نفسك في الرياضة، ولا تكتشف نفسك في الفنون، ولا تكتشف نفسك في المواهب، ولا عارف تشغل نفسك بأي حاجة. مش شرط تبقى عارف إجابات كل حاجة في حياتك. يعني أنت مش لازم لما تيجي تقعد مع نفسك وتسأل نفسك الأسئلة مش لازم تبقى عارف إجابات كل حاجة في حياتك، وإن كل حاجة تسأل نفسك لازم توصل لها الحل. ممكن يكون ربنا لسه ما فتحلكش الإجابة ولا فتح لك الحل. ما تفضلش تفضل تجلد نفسك وذاتك. أقول لك على حاجة والله كانت بتنفعني أنا لما الأمور كانت بتقفل وببقى مش عارف أعمل إيه. حاول تقرأ في قصص الصالحين. قصص الصالحين هي والله اللي هترشدك وهي اللي هتنفعك وهي اللي هتدلك. اقول لك على ساعة في الاسبوع تقعدها بصدق بس تقدر تقعدها وتسأل ربنا فيها، والله ربنا هيفتح عليك بعديها. اقعد يوم الجمعة الساعة اللي قبل المغرب بساعة، والله يا اخوانا، واقرأوا في فضل الساعة دي. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم الا استجاب الله له. يدعو الله فيها الا استجاب الله له. ايه هي الساعة دي؟ اغلب اقوال اهل العلم ان هي الساعة اللي بتسبق صلاة المغرب يوم الجمعة. ولذلك لما تيجي تقرا في سيره عبد الله بن المبارك وسفيان بن عيينه وسفيان الثوري والسلف، يجي يقول لك بعد صلاه العصر كانوا بيقعدوا في ركن كده في المسجد ما كانوش بيكلموا حد فيه، بيقعدوا يفضلوا يدعوا ويسالوا ربنا السداد. عشان كده اقعد قول له يا رب انا تايه، والله يا رب انا ما عارف انا اعمل ايه، انا اتخنقت، بقيت مخنوق مش عارف اوصل لحل، مش عارف اعمل ايه. الدنيا كلها مقفوله. يا رب ارشدني، يا رب سددني، اللهم الهمني رشدي وقني شر نفسي. النبي كان بيدعي يقول كده يا اخوانا: اللهم الهمني رشدي وقني شر نفسي. النبي عليه الصلاه والسلام علم علي بن ابي طالب قال: يا علي سل الله السداد والرشاد. ادعي يقول اللهم سددني، اللهم ارشدني، اللهم اختار لي فاني لا احسن الاختيار ودبر لي فاني لا احسن التدبير. ما سالتش نفسك ليه كان من دعاء النبي عليه الصلاه والسلام كان يقول: يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شأني كله
النبي نفسه أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم إذا وكل إلى أمر نفسه أهلك نفسه، فكان يستعين بالله أن يصلح الله حاله. يا رب أكون وصلت لك رسالة نفعتك. لو أنت تايه أو لو زميلك تايه، شارك مع الفيديو ده، ممكن ربنا ينفعه بيه وتكون سببا لمن اهتدى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.